يا حبيبي عايزه سلامتك، ربنا يستر طريقك يا رب. انا بقول كده على الله. تروح وتيجي بالسلامه يا حبيبي. لا يابا سلامتك. صباح الخير. ايه يا حاج؟ ايه يا عم؟ والله كان قلبي حاسس. ايه يا عامله ايه يا حبيبي؟ امي؟ ازاي؟ الله يخليك يا حبيبي، عامل ايه؟ طلعت تفطري معانا اكيد. قلت هطلع اصحيك واشوفك عشان شغلك يا حبيبي. لا يا اما انا فطرت والله وماشي، هتكل على الله. طب خدني معاك بقى. طب اخدك معايا فين؟ بقى تفطري مع السهام. بدل جيتك صحيت بقى طب خلاص. ايه المشكله يعني؟ راحه فين واحنا هنعزم عليكي؟ مش هسيبك غير ما تفطري معايا يا بنتي هتعبكوا روح ليه انت يا يا حبيبي، الله حبيبي؟ يسهل. سهام خلي بالك منها بالله عليك. الله يخليك. الله يسهل لك يا خلي بالك منها. الله يسهل لك يا حبيبي، الله يستر طريق، لا اله الا الله. الله يستر طريقك يا ابني. بصي يا بنتي انا هتعبك. عامله فطار حلو، هتفطري وهعمل لك كوبايه شاي وهنزل اجيب لك غيره واغير لك، ماشي؟ واداني قاعده معايا شويه. يا بنتي هتعبك ليه طيب؟ تتعبيني يا ماما؟ تعبك راح، ربنا يخليكي ليا، ده انت امي، انت زي امي بالظبط والله. ربنا يبارك لك يا بنتي. تعالي يلا. ربنا يبارك لك ويعوض عليك يا الله حبيبي. يخليكي. ربنا يعوض عليك يا رب. عليك يا بنتي يا رب ويبارك لك. برضه يا ماما هتنزلي ولا ما عايزاكي تنزلي يا ماما؟ يديك الصحة والعافية يا رب. خليكي قاعده معايا شويه يا ماما. قعدت اليوم كله بقى اهو، فطور فطرت عصير وشاي، واعمل ايه تاني؟ وانت يا ماما تحسبي على الساعه اللي انت قاعده معايا يا ماما. قعدت والله قعدتك ما ينشبع منها، بس بقى والله أقول أعمل وانت إيه؟ ده انت مش رضيتي تخليني انزل اجيب لك غيره يا ماما واغير لك توكل الهدوم على الله، دي. والله أنا لسه مغير. لو عايزه اغير هقول لك انت غيري له. ربنا يخليك يا ماما. ربنا يخليك وانتي يا حبيبتي. امي والله. يعوض عليك يا ربنا رب. يخليك ويديك الصحه. سلام يا رب. عليكم. عايزه حاجه؟ سلام. السلام عليكم. ازيك يا حاج ابو يوسف؟ اهلا يا حاج، صباح الخير. استني جايلك. ايه يا حاج؟ ايه يا حاج؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ايه مالك كده؟ لونك مخطوف، شكلك متغير. ما في مشاكل. مشاكل ايه بس؟ كفى الله الشر. مرات ابني مالك؟ معذباني خالص وما بتسالش عني، ولا نظافه في البيت ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه خالص. ينفع؟ لا طبعا ما ينفعش. طيب ازاي قول كده؟ لها اعمل ايه هني؟ ازاي كده؟ واني بلاشي عشان ما اقولش لجوزها ويمسكها يشتمها ويبهدلها. ينفع يا حاج علي؟ لا لا طيب ما ينفعش طبعا. طيب قول لي اعمل ايه؟ الله يسهل له جوزها. طب نعمل ايه بس؟ لا يا حاج انت كويس برضه، انت عرفتني حاجه زي كده. انا لازم اطلع دلوقتي انبه على مرات ابني، ما تعرفهاش في طريقي يا حاجه ولا تكلمها. ولا تكلمها ولا تمشي معاها. ده ممكن تفسدها يا حاج. ايوه ممكن تفسدها، امال ايه؟ وتقومها على الولا وتعمل مشاكل ما تعمل بينهم. مشاكل. مرات ابنك ماشيه بحالها مصلوح، هي دي تروح تفسدها. لا صح يا حاج. ها؟ يلا انت عاوزه حاجه؟ لا سلام. اسيبك يلا. روح قول ما تمشيش معاها ولا تعرفها في طريق. مين؟ اتفضل يا بابا. ازيك يا مرات ابني، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. اتفضل. محمود راح الشغل ولا كسل زي عوايده؟ لا راح المرة دي. طب تعالى عايزك بس في كلمتين. حاضر. خير يا بابا. خير يا بابا ان شاء الله. بقول لك يا بنتي، عايز اقول لك كلمتين خليهم حلاجه في ودنك. اتفضل. البنت سهام اللي هي جارتنا دي، مرات حماتي، مالها يا بابا؟ مش عايزك يا بنتي تعرفيها تاني في طريقي يا بنتي، عشان مطلعه عين حماتها ومرمطاها يا بنتي، وما بتسالش فيها، مش نظيفه في بيتها، وحماتها تطلع لها الشقه مثلا تبص عليها تخليها تكنس لها الشقه. مين اللي قالك الكلام ده بس يا بابا؟ حماتها يا بنتي هي اللي جايت لي الكلام دوت ومطلعه عينيها يا بنتي وبتشتكي منها خالص. فاحنا يا بنتي ملناش دعوه بيها وخلينا في حالنا وبيتنا يا بنتي، لان لمه الحريم على بعض بتفسد يا بنتي. صح يا بابا، اللي انت شايفه هيحصل. فانا اول ما عرفت طلعت انبهك بس. خلاص يا بابا ماشي. ماشي يابا. ماشي يا بابا. يلا عاوزه حاجه؟ مع السلامة. مع السلامه. سهام؟ معقول سهام يطلع منها الكلام ده كله؟ ده مفيش في شطارة سهام ولا في نظافة سهام، ده شايلة حماتها من الأرض شيل. لا لا أنا ما صدقش الكلام ده على سهام. بس لا 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 مش هسكت، أنا لازم أروح لها وأشوفها ايه اللي حصل ده، ولا ايه اللي بيجرى ده، ولا ايه اللي بيتكلم في حقها، والكلام ده طالع منين اصلا. لا انا لازم اروح لها ومش هسكت عن الكلام ده، لا مش هسكت. مين؟ تعالي يا ساره. تعالي يا حبيبتي. ايه يا بنت اللي بيحصل ده؟ في ايه يا ايه؟ بنت اللي بيتقال عليكي ده؟ بتقال عليا ايه؟ ده البلد كلها جايبه في سيرتك. يا نهار اسود، ليه بيقولوا عليا ايه؟ انت مش نظيفه حماتك هي اللي بتخدمك وهي اللي بتكنس لك ومرمطاها. يا بنتي اللي بيجرى ده انا ما صدقتش عليكي الكلام ده، بس عايزه اعرف ايه اللي بيحصل ده. انا يتقال عليا كده؟ هو انت تايهه عني يا ساره؟ ما انت بتخشي وعارفه انا بعمل ايه يا ساره. ما اعرفش بقى، انا جيت انبهك ان الكلام ده كله داير في البلد، ان هو بيتقال عليكي الكلام ده، فشوفي انت بقى.
طب تعالي خش اشرب لا معايا اجي شاي. فين؟ لا عشان حماية قال لي ما مش ليها علاقه بيكي، فمعلش بقى. مين؟ اني السلام عليكم. وعليكم السلام. تعالي يا ايه يا ماما. بنتي فين؟ شوف ساره طلعت كده ونزلت حالا كده، في ايه؟ اسكتي يا ماما. ساره جايه تقول لي ان الدنيا كلها بتتكلم عليا، ليه في ايه؟ بيقولوا ان انا مش نظيفه في بيتي ومش شايلاكي ولا خدماكي يا ماما. انقطعت لسان كل واحده اتكلمت عليكي كلمه، وفي شطارتك ولا في نظافتك ولا في ادبك. اخصى عليهم. قولي لي مين هي؟ مش جات لك مين اللي اتكلم عليك معلش وجا؟ يا ماما، انا مش عارفه الكلام ده طالع منين يا لا ماما. تشوفيها قوليها مين اللي قالك الكلام ده. هو في ادبك ولا في زوجك ولا في اخلاقك ولا في نظافتك اصلا في الدنيا كلها؟ ربنا ده يخليك انت يا ماما. بنت. ربنا يلهواني يخليك. مش هتزعلي نفسك. ماشي يا ماما. بالله عليك ما تزعلي نفسك، ده انت بنت. طب اقعدي يا ماما، خشي اقعدي شويه. لا شوف انت وراك ايه بقى، شوف ساعات لنفسك. عايزه حاجه؟ لا يا ماما. ما تزعليش نفسك. حاضر. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كان يوم صعب. يا سهام تعالى يابا، انا في المطبخ. تعملي ايه يابا؟ تعالى ايه يا سهام؟ تعالى يا حبيبي. ايه عامله لنا اكل ايه بقى؟ حاجه حلوه؟ كل اللي انت بتحب ابوس اعمله ايدك. لك. بصي هفتان واقع من الجوع. من عينيا. حاضر. خلاص 5 عامله دقايق لنا غدا حلو يعني؟ اللي انت نفسك فيه طب اعمله خلصي لك. كده بقى وهات الاكل انا بره. حاضر يا حبيبي ماشي. بقول لك ايه؟ ايه يابا؟ هو انت معيطه؟ لا يابا مفيش لا حاجه. معيطه. هو انا هتوه عنك؟ مالك فيك ايه؟ حماده وصل لي يا حماده ان الناس كلها بتتكلم عليا هنا. عليك انت؟ بيقولوا ايه الناس؟ بيقولوا ان انا مش نظيفه وان امك هي اللي بتخدمني وان انا مش بعمل لها حاجه. مين اللي قالك الكلام ده؟ ساره يا حماده صاحبتي وجارتي اللي هنا دي. ساره صاحبتك؟ طب بقول لك ايه؟ نعم. تليفونك فين؟ على الشاحن بره. طب هتيجي معايا بره، هترن على ساره قولي لها تعالي لي، عايزاكي دقيقتين. ماشي. وما تعرفهاش ان انا جيت من الشغل. ماشي. خلاص؟ ماشي. يلا. بقول لك ايه؟ ايه؟ جرس الباب اللي هي دي؟ دي اكيد سارة؟ هي اكيد. طب بقول لك ايه؟ هتدخليها معاكي جوه. جرجرها في الكلام على قد ما تقدري. ماشي. خلاص؟ ماشي. انا جوه، ما تعرفهاش ان انا ماشي. موجود. بسرعه. ماشي. مين؟ تعالي يا ساره. عايزه ايه يا سهام؟ بعتلي ليه؟ تعالي بس يا ساره، انت صاحبتي واختي يا ساره. خشي بس، عايزاكي في كلمتين. يا سهام انت كده هتعملي لي مشاكل. معلش يا ساره، خشي بس دقيقتين وبطلعي كده. عايزه ايه يا ست سهام؟ بعتلي ليه؟ يا ساره انت انا بس عايزه عليا ان انت تزعلي مني يا ساره. انت عارفه يا ساره انت صاحبتي واختي ودخلتي بيتي يا ساره، وانت عارفه يا ساره ان انا مش كده والله، وانت عارفه ان انا نضيفه وشايله حماتي. يا ست انا مش زعلانه، بس انت كده هتعملي لي مشاكل وهتدخليني في حوارات انا غنى عنها. طب مين اللي قال لك الكلام ده يا ساره؟ مين اللي قال لك الكلام ده عليا؟ انت كده هتخليني اتندم ان انا قلت لك حاجه. معلش يا ساره ريحيني يا ساره. مين بس اللي قال لك عليا الكلام ده؟ حمايه اللي قال لك الكلام ده يا ستي. حماكي؟ مبسوطه كده؟ هو اللي قال لي ما كلمكيش تاني ولا اختلط بيكي. انا والله مش هعمل لك مشاكل يا ساره. انت عارفه ان انا بحبك وانت صاحبتي ومش هرضى لك المشاكل والله يا ساره. انا لو مش بحبك مش هاجي هنبهك باللي انا سمعته يا سهام. جوزك هنا يا سهام ومخبياه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ساره؟ عامله ايه؟ ينفع عادي، ما ينفعش ليه؟ بصي قبل اي كلام، هو انت ليه جيتي قلتي لسهام الكلام ده؟ عشان هي اخته وصاحبتي. عشان هي اختك وصاحبتك. وجيت انبهها باللي انا سمعته. الله ينور عليك، انت بنت اصول. طب عشان خاطري وعشان خاطر صاحبتك ممكن تكملي جميلك معانا للاخر؟ انا عايز اسمع منك كلمه واحده بس، واوعدك عمري في حياتي ما هعمل لك مشكله ولا سيرتك هتيجي في موضوع. يا عم حماد مين اللي قال لك ابعدي عنها؟ مشاكل يا عم حماد. والله ما هيحصل، والله ما هعمل لك مشاكل، اوعدك قدام صاحبتك يعني. بالله عليك انا عايز اسمعها منك، انا برضو مكدب وداني. والله ما هعمل لك مشكله ولا هيحصل. انت كده هتدخلني في حوارات. بالله عليكي رايح قلبي، انا عايز اسمعها منك. مين اللي قال لك الكلام ده على سهام؟ بصراحه حماد هو اللي قال لي الكلام دوت، وقال لي ان انا مش هختلط بيها تاني، ونبهني ان انا ما اكلمهاش. بس والله عشان هي لولا صاحبتي وحبيبتي ان انا جيت انبهها. انت عندك اصل. بس انا ما سمعتش الكلام ده طلع منين. خلاص يا بنت الناس، انت عندك اصل. هتوعدني ان انت وعدتني ان انت مش اوعدك. هتعمل لي مشاكل. انا عمري في حياتي ما هرضى ان انا اخرب بيتك. اوعدك اوعدك وأنا والله على العظيم فكرة اسمك ما هيجي في موضوع. وانا يا بنتي والله انا مش مصدقه لك الكلام ده. لو مصدقه مش هاجي انبهك واجي اعرفك باللي انا سمعته. ساره والله انا عارفه. حصل خير يا ساره، حصل خير. ماشي. عايزه حاجه؟ ماشي يابا، مع الف سلامه. السلام يا ساره. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا عارف بقى هعمل عمل ربنا، بس انا عارف هعمل ايه. انا معايا تليفون عم ابو يوسف. التليفون بتاعي فين؟ جوه. طب هات التليفون بتاعي، انا هرن على عم ابو يوسف اجيبه. خلاص؟ وما تتكلميش. يلا. ايوه. السلام عليكم. تعالى يا حاج.
ايه يا ابني في ايه؟ شوف الساره طالعه عاملة كده إيه يا نازله، في ايه؟ مفيش والله يا اما. امال ايه في ايه؟ معرفش مين ابن حرام داير في الشارع عمال يلسن على سهام، يقول ان هي معفنه في بيتها وما بتخدمش ولا بتعمل ولا لا بتشيل لا ولا لا لا بتحط، لا لا. وحماتها هي اللي بتخدمها، والبت دي مش بنت اصول خالص ومشردين يا اما سهام لا اله واكلين الا، طب فروتها. ليه كده يا ابني؟ معرفش ليه؟ وانت أنا. زعلان ليه ومزعل نفسك ليه؟ ما هو مش هزعل يعني يا ولا تزعل ولا تزعل ولا مرتك تزعل وتحط انا في ما اعرفش، دماغك. انا كده عرفت الكلام طالع منين، وكلمت عم ابو يوسف هو جاي اهو. الحاج علي؟ يا تعال. طب ليه تجلج الناس يا انت ابني؟ اتخضيتي ليه كده يا اما؟ ليه اجلجه ليه؟ مش هو اللي عارف بقى. تعال ده هو، تلاقيه هو اللي جاي ده. تعال يا ابني تعال. والله كنا لسه في سيرتك واحنا على الباب. تسلم. خير يا حبيبي. عامل ايه؟ الحمد لله. انت راجل حافظ كتاب الله الحمد لله. وما بتسيبش فرض، الحمد لله. صح؟ الحمد لله. انت صاحب ابويا الله يرحمه، يعني انت اللي مربيني. طبعا ده حبيبي يا ابني وانت زي ابني. فبالله عليك وحياة العيش والملح، لو العيش والملح ليه غلاوه عندك، انت ابويا ومش هتقول لي لا. ايه يا ابني؟ وحياة ربنا اللي انت بتصلي له. في حد جه قال لك ان سهام ما بتخدمش حماتها وما بتشيلش وما بتحطش وما بتعملش ومعفنه في بيتها وما بتغسلش وما بتعملش، بناء عليه انت قلت لمرات ابنك ما تكلميش صاحبتك. الكلام ده طالع منين؟ مين اللي قال كده؟ انا قبل انت ما تقول انا متاكد ان هو حد اكيد بعيد عني غريب، اصل عمره ما هيكون حد من دمي يعني. يا حماده ما تشغلش بالك بالكلام ده يا حماده. بالله. في حياتك وبيتك يا حبيبي. معلش بالله عليك. بصراحه امك يا حماده. امي؟ امي اللي قالت لك كده يا ابو يوسف؟ امي اللي قالت لك كده؟ هي اللي طب ركز في الملامح تاني كده، هي نفس البني ادمه اللي قالت لك يا كده؟ حماده اللي واقفه قدامي دي هي يا ابني. ليه ياما؟ ليه ياما؟ اثرت معاك في ايه ياما؟ دي شايلاك ياما، دي خدماك ياما، دي بتقول لك حاضر ونعم، دي بتقوم لك واقفه ياما. هي دي ياما لازم تكون يعني لازم يكون لسانها متبري منها ياما عشان نخاف منها ونعمل لها احترام، نعمل لها قيمه يعني؟ هو ابن الاصول ما ينفعش يعيش معانا في الزمان ده ياما؟ يعني تبقي واكله معاها في طبق واحد ياما وشايلاك كان سالك وعامله لك ومروقاكي ياما، وتنزلي تحت تقعدي مع الناس تجيبي سيرتها ياما؟ هو فيك حوت للدرجات دي ياما؟ انت امي، ما ينفعش ان انا اقول لك الكلام ده قدامها او انصرها عليكي، بس في نفس الوقت دي بنت ناس، انت برضه ليكي بنت متجوزه في بيوت ناس، ترضى حد يقول عليها كده ياما؟ ويا ريتك بتقولي حاجه فيها، ده انت بتقولي حاجه ما فيهاش. ينفع؟ اصل انت بص خلي بالك، لو انت الكلام طالع من غريب بتبقى هينه شويه، بتبقى الدنيا تمشي، يا عم ده غريب ما يعرفنيش، انما من اهلك بتوجع وبتبقى صعبه. هو انا النهارده لو عندي بنت طالعه كده على وش الدنيا، الناس اللي اكبر مني سنا اللي كلهم ناس على دماغي وناس محترمين معايا في البيدج في الصفحه، في ناس بسم الله ما شاء الله اساتذه. سؤال عشان انا ما اعرفش اجابته، هو انا النهارده لو عندي بنت طالعه كده عايز اربيها، اعلمها ايه؟ اعلمها ايه؟ اقول لها عيشي يا بنتي وتوضعي واخدمي حماتك واخدمي حماكي وصوتك ما يعلاش وقولي حاضر ونعم، فبالتالي تاخد على دماغها؟ ولا اقول لها لا عيشي بجحي في الدنيا وخلي صوتك عالي واللي يقول لك كلمه قولوا له اتنين، فبالتالي هتاخد حقها؟ اوصيها بايه؟ اقول لها ايه؟ وقبل ما تقول لي بص حواليك، شوف الغلبان النهارده هتلاقيه بيتضرب على قفاه. هو النهارده لازم تكون بنت الناس في عيلتها حد بلطجي عشان نحترمها؟ لازم يكون ابن عمها ظابط عشان نهابها؟ يا ست الكل بالله عليكي، طب انت بتعملي كده ليه؟ انت بتخزي العين؟ ما هو انت لو حتى بتعملي كده بتخزي العين فده غلط، لانك ما اديتهاش حقها. ازاي تبقى خدماكي وشايلاكي وحطاكي وانت تنزلي تحت تشتكي منها وتدعي عليها وعلى ابوها؟ ازاي؟ بص يا بنت الناس، لو الموقف ده حصل عندك وحماتك بتعمل معاكي كده اوعي تزعلي يا هبله، افرحي. اصل هي بتعمل كده ليه؟ يبقى انت صح. الام ممكن تعمل كده لما تغير على ابنها، ومش هتغير على ابنها غير لما تحس ان هو بيموت في مراته واخدها تحت باطه. افرحي ما تزعليش، بس اهم حاجه بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى يكون ضميرك مرضي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.